دخلت لجنة الامتحان وحسيت ان كل اللي ذاكرته راح عن بالك، مع انك تعبت وذاكرت كويس. المشكلة هنا مش في المعلومة ولا في دماغك، المشكلة هنا ان التوتر سبقك على اللجنة. بص، اللي هقوله لك دلوقتي يبان كلام غريب، بس هقوله برضو عشان تستفيد. هو احنا ايه يهمنا غيرك؟ وعشان كده اول 5 دقايق في اللجنة هي اهم من حياتك الدراسية واهم من الامتحان كمان. قبل ما تعمل اي حاجة او تبص في ورقة الامتحان، عايزك تستعيذ من الشيطان وتاخد نفس عميق. عايزك تاخد شهيق في 5 عدات وتكتمه في 4 وتطلعه زفير في 7 عدات وانت بتقول الحمد لله. التنفس ده بيهدي الادرينالين وبيهدي ضربات القلب وبيريح دماغك واعصابك، وساعتها الافكار تبدا ترجع لوحدها. وده عن تجربتي انا وتجربه ناس غير كتير. الورقه اتحطت قدامك، سمي الله واكتب اسمك وبياناتك بس. ايه يا عم، مش هنحل النهارده ولا ايه؟ يا عمنا صبرك عليا وان شاء الله هتاخد الزيتونه كامله. فما تغصش في الاسئله على طول، بص على عدد الاسئله بس كانك بتعدهم عشان تطمن نفسك. ابدا من الاول والسؤال اللي انت ضامنه حله، والسؤال اللي يقف قدامك ولا تزعل نفسك ارميه على طول في المسوده. وما تخافش، الاجابه ما ضاعتش، هي بس مستخبيه شويه. فاكتب رقم السؤال في المسوده واكتب جنبه كلمه او كلمتين اذا فاكر حاجه، مش فاكر حاجه عادي برضه. وكمل، وفي نص الامتحان عايزك تفرمل وبس كده استكفينا. اشرب بقه ميه، خد لك سناكس بسيط، كل لك تفاحه مثلا. وده مش دلع ولا حاجه، ده بس صيانه على السريع عشان تكمل السباق بروح اقوى. واهم حاجه بعد ما حليت اللي انت عارفه، اوعى تنسى ترجع للمسوده وهتلاقي الكلمه او الكلمتين بجمله او جملتين والسؤال اتحل على كده. وطبعا اوعى تنسى اللايك والفولو وشيرك تفيد زميلك. والسلام عليكم.